لعشاق القصص الحقيقية باللهجة المصرية، انتوا في المكان الصح. أنا ضحى عفيفي، النهاردة مكملة معاكم الجزء التاني من قصة قرين أم جن عاشق، ويلا بينا ندخل ونشوف هيحصل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كنت مفكرة إني خلصت من السحر الأحمر، اكتشفت إن كل ده كان بس البداية، لأن أسوأ حاجة ممكن تحصل لحد حصلت لي أنا في آخر يوم امتحاناتي، وكان عدى خلاص 4 شهور على فك السحر. كنت متفقة مع صحابي وشلتي إننا نخرج نروح السينما والمول ونتغدى بره. بعد ما كنت رجعت لقيت سمر بعت على جروب الشلة: أنا بقالي سنة في المول، انتوا فين؟ رديت عليها وقلت لها 5 دقايق وأكون عندك. وطبعا دي كدبة كلنا بنقولها، لأن في الحقيقة كان قدامي ساعة كده وأخلص. بعد ما رديت عليها رحت علشان أسرح شعري، بس حسيت إن في حد قاعد بيلعب فيه. خفت، بس قلت عادي يمكن بتوهم أو حاجة. ما ركزتش وطلبت أوبر، ولما وصل نزلت، لكن لقيت بابا في وشي وأنا نازلة على السلم وقال: إزيك يا ليان؟ رديت عليه باستغراب، بس نظراته الحمد لله كويسة. أنت عامل إيه يا بابا؟ ابتسم لي وكمل طلوع على السلم وراح لأوضته، وحتى ما ردش عليا. بصراحة ما اهتمتش، قلت يمكن تعبان من الشغل أو أي حاجة يعني. نزلت وركبت الأوبر. بعد ما ركبت الأوبر السواق قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا بنتي؟ رديت عليه السلام وقلت له إني كويسة، وخلص الحوار. حطيت سماعاتي علشان أسمع لي أغنية كده، شغلت الأغنية، لكن مرة واحدة سمعت صوت مش غريب عليا بيقول: وحشتيني يا ليان. شلت السماعة بسرعة من كتر الخوف، حاولت أهدي نفسي وأشرب مية. السواق بصلي وسألني: انت كويسة يا بنتي؟ رديت عليه وقلت له: أنا كويسة. شربت مية وحاولت أنسى الموضوع، بس مرة واحدة عرفت ده صوت مين. ده 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 موحود. إيه اللي جابه ده؟ مش كان السحر اتفك؟ لقيت السواق بيبصلي ويقولي: موحود بيسلم عليكي. اتصدمت. إيه ده إزاي؟ يعني يعرفه؟ رديت عليه بخوف: انت انت ازاي عرفت؟ بصلي وقال: انا ساحر معتزل، بقدر اشوف الجن والعفاريت. رديت عليه بخوف: طب هو قالك ايه؟ رد عليا ببرود وقال: بيقولك انه ما تفتكريش ان دي النهاية، وانه هيرجع تاني قريب. بدأت اعيط وقلت له: طب اعمل ايه؟ قولي اعمل ايه، انا مش عارفة. رد عليا ببرود وقال: الحل بسيط، اللي عمل السحر ده حد قريبك، لأن في كتب السحر موحود مش بيظهر إلا بالسحر من حد قريب، يعني حد انت تعرفيه ويعرفك. شوف انت بقى شاكة في مين؟ رديت عليه وقلت له: أنا مش عارفة بصراحة، مش شاكة في حد. فقال لي: يبقى ما أقدرش أساعدك، عموما احنا وصلنا، تقدري تنزلي. نزلت وأنا حاسة إن قلبي مقبوض، مش عارفة أعمل إيه، بس الحل الوحيد في الوقت ده هو إني أطنش. دخلت المول وطلعت الدور التاني عند مكان المطاعم، ولقيت سمر عند مطعم. رحت لها وهي كان معاها باقي الشلة. نسيت أعرفكم عن الشلة: سمر واللي كلكم عارفينها، لمار، هي بنت بتعشق الرعب، فضولية جدا لكنها طيبة قوي. سلمى، بنت هادية قوي، ما بتحبش الخناق وكده، بس بتحب الرعب شوية، بس مش قدنا احنا الاتنين. رحت لهم وانا واضح عليا الزعل. سمر سألتني بخوف: مالك يا ليان؟ رديت عليها وقلت لها: موحود رجع يتابعني تاني يا ليان. سمر ردت باستغراب: ايه؟ ازاي يعني؟ مش كان مشي خلاص؟ حكيت لها كل اللي حصل في التاكسي. لمار بصت لي وقالت: بصي، انا اخويا بيحب نوعية الحاجات دي وبيفهم فيها، ايه رأيكم نروح له بيته ونسأله؟ ردت عليها سلمى وقالت: يا بنتي زمان هو وعياله نايمين، ليه نروح نفزعهم؟ فردت عليها لمار وقالت: لا لا، هما بيناموا متأخر، ما تقلقيش. وفعلا رحنا كلنا عند اخو لمار واستقبلنا حلو. حكيت له كل اللي حصل من اول طقطق للسلام عليكم. رد عليا وقال: بسيطة، الحل في مكتبة جدك. رديت عليه وقلت له: أنا مش عايزة أنزل للبتاعة دي تاني. رد عليا وقال: للأسف مفيش حل غير ده. سكت وتقبلت الأمر الواقع، واديت له ميعاد علشان يجي، والميعاد ده أهلي كلهم كانوا مسافرين فيه للشغل، وأختي كانت هتبات عند واحدة صاحبتها، واليوم اللي اتفقنا عليه كان يوم خميس. جه يوم الخميس والكل جه بما فيهم يزن. أخو لمار قال لي: ليان، انت فاكرة الكتاب اللي قريتيه؟ فأنا رديت عليه وقلت له: فاكراه. أخو لمار بصلي وقال بهدوء غريب: الكتاب ده ما كانش مجرد كتاب، ده كان مفتاح. قلبي فضل يدق جامد، بس فجأة حسيت بحاجة بتشدني لتحت، للمكان اللي تحت السلم، المكتبة. أنا كنت عارفة إن في مكتبة، مش أول مرة أدخلها، بس ذاكرتي كانت ضبابية، كأن في حد شال تفاصيلها من دماغي واحدة واحدة. قلت وأنا بحاول أفتكر: أنا أنا دخلت المكان ده قبل كده، بس مش فاكرة شكله. يزن بصلي وقال: وده الطبيعي، الأماكن اللي بيبقى فيها عهد قديم الذاكرة بتمسح نفسها لوحدها.
نزلنا السلم، وأول ما الباب اتفتح الذكريات ضربت مرة واحدة. ريحة الورق القديم والخشب التقيل، الإحساس اللي كان بيخليني أقعد جنب جدي بالساعات. همست وقلت أنا فاكرة كنت بقعد هنا وأنا صغيرة. المكتبة كانت أوسع مما كنت فاكرة، أو يمكن أنا اللي كنت صغيرة ساعتها. رفوف طويلة وكتب جلد ورموز محفورة في الحيطان، وفي آخرها المراية. وقفت فجأة. سمر قالت مالك؟ رديت بصوت واطي المراية دي ما كانتش هنا. يزن قرب وقال كانت، بس انتي نسيتي. الهوا بقى تقيل. أخو لمار قال دي مش مكتبة قراية، دي غرفة عهد. المراية اتهزت والصوت جه موحود. ضحكته كانت أوضح من أي مرة. فاكرة المكان بس مش فاكرة الوعد. جسمي اتجمد وقلت أنا عمري ما وعدتك. رد بهدوء مرعب انتي ورثتي الوعد زي ما ورثتي الاسم والدم. المراية اسودت أكتر وانعكاسي بدأ يتغير. عيني بقت سودة. سمر بدأت تقرأ قرآن بصوت عالي. المراية اتشقت وظهر وش ست ملامحها كانت مألوفة. أخو لمار قال بصوت مخنوق لان دي أمك. الصوت قال المكان ده شاف البداية وانت رجعتي له علشان النهاية. صرخت والنور انفجر ووقعت في الضلمة. صحيت على صوت أنفاسي التقيلة. صدري كان عمال يطلع وينزل كأني كنت بغرق وطلعت بالعافية. أول حاجة شفتها كانت السقف. سقف أوضتي مش المكتبة. قعدت مرة واحدة وأنا بصرخ المراية. سمر كانت أول واحدة تهديني. مسكت وشي بإيديها اهدي يا ليان. ليان انتي فوق، انتي فوق في أوضتك. يزن كان واقف بعيد شوية عينه عليا بس ملامحه مش مطمنة. قلت بصوت مبحوح موحود كان هنا. سمر قالت كان بس مشي دلوقتي. سكتت شوية وبعدين سألت انتي فاكرة حاجة؟ غمضت عيني وفجأة ذكرياتي جت. فلاش باك لوقت الطفولة. كنت صغيرة يمكن 6 سنين. المكان كان دافي، ريحة خشب وبخور خفيف. أنا قاعدة على الأرض ظهري مسنود على رجل جدي وهو بيقرأ كتاب، مش بيشرح بس بيهمس. قلت له وأنا بلعب في ورق قديم جدو ليه الكتب دي مش فوق؟ ابتسم وقال علشان اللي فوق للناس واللي هنا للأمان. سألته وقلت له أمان إيه؟ بس ما ردش، بس مسح على شعري وقال علشان كده بقولك قص شعرك يا ليان. قلت بعند لا شعري حلو. ضحك بس الضحكة ما وصلتش لعينيه. كنت فاكرة إن المكتبة مجرد مكان للعب، ما كنتش فاهمة ليه الباب دايما بيتقفل بعدها. في مرة دخلت لوحدي. المراية كانت هناك، كانت سودة وقريبة. لمستها وشفت انعكاسي بس كان أكبر. بنت طويلة شوية عينيها سودة. سمعت صوت ورايا اطلعي برا يا ليان. اتخضيت بس ده كان جدي. شدني من ايدي وقف قدام المراية وقعد يقرأ قرآن بصوت عالي. المراية اختفت. بصلي وقال لو عمرك شفتي المراية دي تاني اهربي وما تبصيش. سألته ليه؟ فقال علشان في حاجات بتحب اللي شبهك. وقتها ما فهمتش، دلوقتي فهمت كل كلمة. نرجع للوقت الحالي. فتحت عيني وأنا بعيط. سمر كانت سامعة كل كلمة. يزن قال بصوت هادي كده اتأكدنا انتي اتربطتي بالعهد من وانت طفلة. فأنا قلت له يعني موحود كان معايا طول الوقت؟ هز راسه وقال مستني لحد ما تكبري وتفهمي وتختاري. سمر قالت بخوف تختار ايه؟ يزن بصلي وقال تكملة العهد أو كسره للأبد. سكت لحظة وقال بس المرة دي الاختيار مش ببلاش. وفي اللحظة دي النور قطع وصوت همس جه من غير مصدر. جاهزة تفتكري أكتر؟ الهمس اختفى والنور رجع فجأة. أنا كنت لسه على السرير بس إحساسي كأني لسه موجودة جوه المكتبة. سمر سألتني الصوت قال إيه؟ رديت وأنا عيني ثابتة. قال لي أفتكر. يزن قرب وقال يبقى جه وقت الحقيقة. سكت ثانية وبعدين قال أمك مش مجرد شهادة. قلبي دق بعنف. يعني إيه؟ يزن خد نفس عميق وقال أمك كانت مختارة قبلك. الدنيا لفت بيا. لأ مستحيل، ماما عمرها أصلا ما دخلت المكتبة. سمر قالت بهدوء يمكن علشان ما افتكرتيش. الكلام كان تقيل عليا. غمضت عيني وسبت ذكرياتي تسحبني. فلاش باك لما كان عندي 7 سنين. كنت واقفة قدام باب الأوضة بس محدش كان شايفني. المكان مختلف، نفس المكتبة بس أوسع وأنضف. والمراية سليمة. أمي كانت واقفة قدامها، كانت صغيرة وشها كان شاحب
وعينيها مليانة خوف. جدي واقف وراها، صوته كان مكسور لأول مرة. أنا غلطت لما دخلتك هنا. أمي كانت بتعيط. أنا مش قادرة، الصوت مش سايبني. الصوت جه من المراية. انتي مش المختارة الأخيرة. أمي صرخت، سيبني سيبني. المراية اسودت، وجدي قرأ قرآن بصوت عالي، بس إيده كانت بتترعش. أمي وقعت على الأرض، وجدي قال العهد لازم يكمل، بس مش انتي. الصوت قال يبقى بنتك. وبعدها سكون وصمت. أمي شهقت، بنتي. الصوت قال الدم هيكمل الدم. جدي قفل المراية وحفر رموز على الحيطان وحبس العهد، وبص لأمي وقال انتي هتعيشي، بس عمرك ما هتفتكري. أمي قالت وليان. جدي بص بعيد. ربنا كبير. نرجع للوقت الحالي. فتحت عيني وأنا بعيط. سمر كانت بتعيط معايا. يزن قال أمك فقدت ذاكرتها جزئيا علشان تعيش طبيعية. قلت بصوت مكسور يعني هي سابتني؟ هز راسه وقال لأ، هي اتكسرت عشانك. سمر قالت بس ليه السحر اتفعل دلوقتي؟ يزن بصلي بنظرة خطيرة وقال عشان في حد فك القفل وما كانش موحود. سكت لحظة وقال أمك مش السبب ولا حتى جدك. بلع ريقه وقال اللي فعل العهد حد من البيت. وفي اللحظة دي سمعنا صوت خطوات بره الأوضة. باب الأوضة اتفتح بهدوء، وأمي كانت واقفة بصت لي بنظرة غريبة، نظرة حد افتكر فجأة، وقالت بصوت واطي المراية رجعت. صح. السكوت كان مرعب، وأمي كملت وقالت كنت عارفة إن اليوم ده هيجي. ردت بتوتر وقلت ماما، مش انتي المفروض في القاهرة علشان الاجتماع؟ ماما بصت لي وقالت لي موحود هو اللي جابني. اتصدمت. ماما زيي. ردت عليها وانا عامله اني مش فاهمه موحود مين ده. ماما بصت لي وطلبت منهم كلهم يطلعوا بره الاوضه علشان تقعد معايا لوحدنا. بعد ما اصحابي واخو لمار ويزن طلعوا، ماما جت وقعدت جنبي على السرير وقالت انا المفروض اكون نسيت، بس مش عارفه ازاي افتكرت. بس ده كده معناه ان السحر بدأ يقل، بس السحر ده متجدد. بس المشكله هنا ان انا مش عارفه مين اللي عمل السحر. بصيت لماما وقلت لها هو ممكن